الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو البركات رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مدح مسحتان كيسبوا بابيها كله دمانت لمسحه وصفته بو بابيها مسحتان كمدحو صفة يقابك ودعيه وما شيء بو بابيها جاء يمي في مسح بعضه مدح بركي إلا مسحه وحي كسو أروري وحديث. ويباب كان صدح مسأله إنه كغو الرمي أما حديث كو الرمي سينو كيني مؤلف كتلمامي. مسألة كواد waxay tahay masixitaanka madaxa dhamaantii in la wada masaxo. Mas'alada labaadna waxay tahay qaabka madaxa loo masaxayo, halka laga bilaabayo iyo halka lagu joojinayo. Mas'alada saddexaadna waxay tahay xadiis ku soo aroortay madaxa barkii in la masaxo. madaxa in la masaxo la iskuma khilaafsana inuu ka mid yahay arkaanta weysada. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala qur-aanka inagu amray wuxuu wamsaxuu biru'uusikum, madaxyadiina masaxa markaad weysaysanaysaan. waxaase khilaafku ku jira sida mu'alifkuba uu tilmaamay dhammaantii in la masaxaa ma waajiba mise badh in la masaxo ayaa ku filan qofka weysaysanaya, iyo sifada iyo qaabka loo masaxayo haddii madaxa la wada masaxayaba. عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ومسح رأسه مدحيسة بيديه لبديس قعمود بكم مسحي فأقبل بهما مدح حقي صهر أي كبل أبي وأدبر حق دنبنا وكحي بمقدم رأسي بدأ وبلا بمقدم رأسي مدحيسة فودي سي قيبتي صهر أي كبل أبي ثم دبتنا ذهب بهما لبدي قعمود وحوكحي إلى قفاه حق قداتك ثم دبتنا ردهما وسوع عليي إلى المكان بكسوع عليي ماشي الذي مكان كاسو بدأ منه كبل أبي وفوده. رواه الجماعة. حديث كلمة كواد وحط المامية إن ويسدا أي كم تهي المسح على الرأس مدح إلا مسحه سدا آيات دبل قلت المامي مرلبات كوحط المامية مشروعية مسح جميع الرأس مدح أوردن إلا وذا مسحه يا رنتا سيني تهي من لتشديي. وحانا اسكوا وافقا علماء الإسلام أن مسح جميع الرأس مستحب. مدح أوردن إلا وذا مسحه ويران إني مستحب أما أي سنتهاي. وأرنك اللي يسكو خلاف سيئة ووجوب كمية واجب تهي مدح أوردن إلا وذا مسحه. سنة لماذا إيادة خلاف كما تاقنا، لكن wax sunnaha ka dheeraadi ma jiraayo waajib ma tahay madaxooda in la wada masaxo ayuu khilaafku ku jiraa sida Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala iyo culimo kale ba yiraahdeen. xadiidkan waxa daliishada culimada yiri madaxooda in la masaxo ayaa waajiba. waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxoo dhan buu masaxay fooda ayuu ka bilaabay ilaa uu qadaadka geeyey, qadaadku ka soo celiyey ilaa uu fooda keenay. xadiidkanina wuxuu tafsiir u yahay bay leeyihiin aayadda qur-aanka wamsaxuu biru'uusikum, madaxiina masaxa madaxyadiina masaxa
الرأس وحقيقة لجميعه دمانتي أي مقع إسكال ومقع سوى حقيقة كياه بعضنا وحي لهذين تبعيد فائدين ميسو أما برشيقي ميسو وبرؤوسكم ببعض رؤوسكم مدحين بركي مصحة ما أهبين هذين المعنى إن بدنوا علماء اللقاء كمدين السيدة سوى يلاهدين وحيلادين بعض التبعيد ما فايدة صبر ما تصيب يلاهدين وعلماء كودي دي أرنتا سوى حكمدا السيبويه وقد أنكره السيبويه في 15 موضعا من كتابه عشان يطول ما يلوذ كتاب كيسا كمدا الكتاب لا يرادو أيو سيبويه كودي دي إن بعض التبعيد فايديسو ساسو كلا ابن العربي وحول هذا ابن العربي وحول هذا عربي ما تقانا بعض تبعيد فايديس لكن أرنتا سوى أرنا يسكو خلافين علماء اللغة وقار كلو يريد بعض التبعيد وفايديسان واتشران وحول هذا بعض هذه آلة أي قشو تبعيد وفايديسان وضربته بالعصا هذا ترادو أشيبان كو قراعي يعني أشي بركيد بان كو قراعي ويه لو أشي إلا هالك هذا هيستا كو دعي ميسيه مركا آلة قشو تبعيد وفايديسة مركا أي مفعول كقشو كاي وحكو دعيان سيدا ماذا حالا مصاحية أي قشانا والله ميدون بيل هذين والتبعيد وفايديسة waxaa kaloo arinta noocaas xoojinaya bay yiraahdeen in saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim ay ka sugnaatay inaanay madaxa wada masixin barkii ay masixeen saxaabada arintaasi ka sugnaatay waxaa ka mid ah Abdullah ibn Umar iyo Salama ibn al-Akwa waxaa kaloo ay yiraahdeen hadii luqada la eego iyo quraanka بعض هدي أي قشو فعل بعض هدي أي قشو يعني اسم لحريري فعل اسكي وجود بيتعدى بنفسه سيدا مسحي وكلا تبعيد وفائديسة وامسحوا رؤوسكم لقاعان صحبه وطاي وفعل كاسي مفعول كتوس بوغاري كراه haddii ay gasho ficil iskii u gudbina u baahan inuu xaraf ku gudbo marka tabciid ma faayisa wal yatawafu bil bayt al atiq oo baad tusaalahan halka ku jirta ficil kana ila xidhiidhay oo wal yatawafu ahi ficil iskii u gudbi kara ma xarafku u baahan yahay uu mafcuulka ugu gudbo markaas aan tabciid faa'iideynahayn bay yiraahdeen culimadu waxay u badan yihiin madaxa barkiin la masaxaa qofka inay ku filan tahay in la wada masaxaa sunnaba ha noqotee ay iskuba khilaafaan qadarka ay waajib tahay in la masaxo culimada shaafiiciyaduna waxay yiraahdaan oo madhabku uu yahay wax kasta oo magacu uu ku dhacayo masxi lagu sheegi karo farqudana sida tinha loo mariyee ayaa ku filan ومسحي واجب كقفك وكجدعية بعض النواحي لين تبعيد بين فائدين السه يقول علماء اللغة وقار كود سدا يري هذا الكود كل سيء يفهم كالصحابة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حبر كوام الصحيح الحديث كمغيرين وقوي من ضد إنه توضأ فمسح بناصيته على العبامة ودو مصحي النبي عليه الصلاة والسلام انتي كلا نعمة مدى أيود المري وحانا إليه لما أورنكر حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام مدى حوردن ومصحي آيات أيو عبدين إيا بيانا ما التفسير إياه لما أورنكره سابتان لا أورنكر إنه وحيتهاي لأنه آيات مجمل مباهبة الآية ليست بمجملة امسحوا برؤوسكم مجمل مباهبة آيات دوا مطلقة وامسحوا برؤوسكم عنيد وافعلوا برؤوسكم ما يسمى مسحا مدحين كسمايا
wax magaca masxi yeelan karo magaca qaadan kara marka waa mutlaq weey marka mutlaquna inta yar iyo inta badan ba uu ku dhacaya oo madaxa intii laga masaxaba aayada in lagu amal falay waajibkii la fuliyay ayay noqonaysaa bay yiraahdeen waxaad moodaa wallahu aalam sida sawaabkiina sida tahay أنا waxaan oran jiray madaxo dhan in la masaxaya waajiba laakiin qad rajactu an hada alqawl ila qawl shafi'iyya wa masxu ba'd ar-ra's inu kaafi yahay oo marka hore waxaan aad ugu taasurnay culimada tafsiirka qaar badan oo kamid oo yiri aayadu waa mujmal oo xadiidka ayaa fasiray laakiin aayada ijmaal kama muuqdo wamsahu bi ru'usikum wa mutlaq ay mujmal ma aha marka nabiguna kaleey salaatu wasalaam masxitaanka wada masaxay waxay noqonaysaa oo لبيان السنة فعل كان النبي السنة نما أيوم بوتصينيا مدحا إلا وضع مصحا إن السنة هاي أيو تلماما يا تاسينا خلاف كبتها أجنبين دمانت إلا مصحا واجب متى هاي أيوم باليسكو خلاف وهي حديث كان وحا كلو عدينا مسألة اللوات إذا لفت هذا خلاف كوكوتشيرو مدحي الكيلا قبل أبي مسحتان كيس هدي لو وضع مصحا أيوه روايات qaar waxa ay ku cad yihiin in laga bilaabayo xaggan hore ee fooda oo qadaadka la geeynayo qadaadka laga soo celinayo fooda la keenayo rwaayadan oo kale بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وعن رواية اللمدة فأدبر بيديه وأقبل رواية البخاري قاعمين يسيبوا حق الدنبو كحي أدبر ثم أقبل ديتنا حقا هراء يوسو كحي وإدبار كوا الذهاب إلى الدبر إقبال كوا الذهاب إلى القبر حق الدنبو إلا تقا إدبار لا يرهضا إقبال كوا حقا هراء إلا يماده marka أدبر waxay noqonaysaa حق الدنبو كحي أقبلنا حقا هراء كان وحتى إشكال كان وحو يعيون روايات كاي كتمي فأقبل بهما وأدبر وأقبل هذا السيد الله فسيرت ده وحي نقول يعني ذهب بهما إلى القبل حقا هراء كان وأدبر حق الدنباء كحي تانا waxa laga jawaabayaa in la yiraahdo awalan wawdu tartiib ma faa'iideynayso oo iqbaalkiyo idbaarka xagga hore oo kaxayntii xagga dambe oo kaxaynta ta horeysay wawdu tusin mayso labada arimood uu sameeyay gacmaha marna xagga hore uu kaxeeyay marna xagga dambe uu kaxeeyay bay tilmaamaysaa laakiin tii ta horeysay waxa weeyaan tilmaami mayso رواية ترتيب تلقى قاضنا ورواية بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم ذا ترتيب فايدينس وحكى الله أوران كراسي أي روايات ككلاء بدنة تلمامة يحق أورين وكبل أبي أو وافقضه أقبل ضمان توحى لوجت إذا بدأ بالقبل وفعل كمر بلوجي سال الشيء مرنا نهاية دي سال الشيء marka ficilka in bilowgiisii la sheegay ayay noqonaysaa hadii aqbala lagu macneeyo bada biqubul ra'sihi madaxiisa xaqiisa hore ayuu ku bilaabay oo xagga dambe ayuu ku xiyay وأدبر ماذا حقي صدّم أيو كسر بالعباية حقه هروسك حيبين قرص مركب فعل كإن بلوجي سيل الشيء بين قرص أقبل مركل ليه هاي يعني حقه هروك بالعباية أدبر مركل ليه أنا حق الدم أيو كسر عليوي علماء قاركود ناس كلام يسوى فتيانو وحيرادين أقبل ذا وحل لوجت شيء ده إنه هل كان أنتو صار حق فوق ده ويرك حيه إقبال كوا حقه هروك حين تاس طبعا أنا حق الدنبوي عليه قذات كجية أنا قذات كوكسو عليه فودي وكانوا تصير روايات كيسوها فتشين المهم سر راجح وحي تهاي الروايات كعاديين ترتيب توليبه فائدين يا إن حق هورا لقى بلابيه وقذات كلجينيه وقذات كلجسو علينيه
وفود لكينيو ساسي أي كعدي رواياتكم روايات نقل بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به منه مرتشر مركا حديث صحيح وكعد إنه قداتك كسوة بلا فود وكيني فود وكعليه حق قداتك وعلي حديث التاكسو أرورتي ضعيف. وعن الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وويسيست عندها أكتد كويسيست ومسح ومسحي براس مدحيس ومسح الرأس مدح ومسحي كله دمانتي من فوق الشعر فيما دشود أيو كمسح كل ناحية دينع كستو مدح كمدح حقنا هراء هي حق الدنباب هو مسح لمنصب الشعر أي إلى منصب الشعر تمو دينع أوتشي فان بو مسح وتمها مدح حالك وككل برمو أي تمو ككل الرقم يانو قيبت النصان يوصو تشيفتا قيبت السنساس وتشيفتا كان معنا حديث كانوا نقول يا قيبت النصاص وصو مسح حقنا يتمو صوت شيفان قيبت النصاص ومسحي حق الدنبات تمو وشيفان لا يحرك شعر تمي كما دقاتين عن هيئتي قابك يا هايين وتمها هلك يككل الرقمان أيو مسحيتان كبل عمي مرنا حقنا هروح وصو مسحي مرنا حق الدنبا ومسحي لكن مسحيتان حديث كورو تنابع halkan intuu ka bilaabay oo sida uu wada masxay la marka loo wada masxo qaybtii hore soo jiiftay ba kacaysa marka la soo celiyana qaybtii dambe kacayso xagga hoose ka masaxmaysa xadiidkan sida ma yeelin buu leeyahay etimaha qayb waliba dhinacay u jiiftay ayuun buu u masaxay oo dusha ayuun buu ka masaxay labada qayboodba mana dhaqaajin oo timuu sida ay ahaayeen kama dhaqaajin dusha ayuun buu ka masaxay رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ مسح براس مدحيس ومسح مرتين لبتشير بدأ وابلا بمؤخره حقي صدموك بلابا ثم دبتنا بمقدمه حقي صهره وبأذنيه لبدي سدقود بمسح كلتيهما لبدبا ظهورهما دشود ومسح وبطونهما قدود ومسح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن marka xadiidkan inta xadiidka ruuxu ku khilaafsay qaabka loo masaxayna waa ku khilaafsay waxa kale oo ku khilaafsay halka laga bilaabayo xagga dambe inuu ka soo bilaabo xagga hore uu keenay kadibna xagga hore inuu ka celiyay oo xagga dambe uu celiyay buu tilmaamaya inuu madaxa laba jeer masaxayna waa tilmaamaya laakiin xadiidkan waa xadiid daciif weey xadiid saxiixana waa khilaafsay حديث كانوا حويان سنة كيسة وحا كتيرا محمد بن عبد الله بن عقيل محمد بن عبد الله بن عقيل هو ضعيف وسيء الحفظ وي marka isaga saasa la iskaga deynaya kayfiyadna laga qaadan maayo qaabna laga qaadan maayo madax loo masaxo inta jeer la masaxayana laga qaadan maayo mar haddii xadiid daciif oo ahkaamta waxa lagu binayaa lagu dhisaa xadiid saxiix ah النبي عليه الصلاة والسلام كسبناته وعن أنس قال وحر رأيت وحنا أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويسقى ويسيسري وعليه وحال بو ويسيسري عليه عمامة دي ماذا حيوصى رمتهاي قطرية بكسر القاف عمامة داسي أو قرية قطر اللي يرادو اللون نسبي قطر قرية قطر لا يراهdo بفتح القاف والطاء markii uu nisba ay gashay ba qaafka la hoos dhigay taadina la khafiifiyo la yiri qitriya laakiin asalahan qatar ba la yiraahdaa qariyada halka umaaragteeda ku taala tan iminka qatar wadanka qatar la laftiisa inay ahayd oo meel kamid ay ahayd ba laga yaabaa markay macnaynaya waxa yiraahdaan waa Umaan agteeda ayay ku taalay waxa kale oo la qitriya macnaheedu waa nooc dharka kamid oo casaan ah
حقا إيا بحرين لغا كيري جري فأدخل واقلي النبي عليه الصلاة والسلام يده وقعنتيسي تحت العمامة عمامته وستيد وقلي فمسح ومسح مقدم رأسه مدحيسا قيبتيسا هوراء ولم ينقض العمامة عمامتنا مو فرفرين عمامتي وسيدي وقدوان أيوم بو فود انتو هوست عمامتك قليال كم فود مسح إنه عمامت انت كلا دوشا كما صحيح حديث كريموت المامين حديث كمغيرة صوص عدار انت على قشاق رواه أبو داود بحديث كوري وأنا حديث ضعيف عبد العزيز بن مسلم بقى كتير سنة كيسة مجهولة سيدا الذهب وكشة كتاب كيسة الميزان عبد العزيز بن مسلم وكذلك أبو معقل بقى كتير ويسقون مجهولة سيدا الحافظ بن حجر تقريب كوكشة جاي وله الشواهد كلها وهي حديث كلا والله معنا هنا واترتها لكن ما تبقى ضعيفة وضعف جد ولبا وحوق بدي هاي طاق يا أود أنا الله هاي هنا حديث كان حوتي سو أيوب الخاطي فرطه حديث كان مؤلف كل حود لشنيا على جواز مسح بعض الرأس أو على إجزاء مسح بعض الرأس ماذا حبرك إلا مسحا إنه يقفك كفي لم تهايو أي واجب كي أي كجوديسو ويفودوا مصاحبه حديث كانت الإمامة دينا مفرفر لكن حديث كان السادر كيسوا ضعيف مسألة ذا اللقمة ديسي كارو waxaa kaloo la oran karaa xadiidka muqiira ayaa fasiraya oo markuu fooda masaxay inta kalena cimaamada ayuu dusha ka mariyay almuhim qadiyada ku saabsan madaxa barkiin la masaxo waa tilmaanay madaahibta ay culimadu ku leeyihiin iyo wixii inoola muuqday inuu yahay raajix ama ka xoog badan halka wuxuu ka soo naqliyay ibn Hajar wuxuu qaal ibn Hajar fihi dalil على الاجتزاء بالمسح على الناصية حديث كان وحو الدليل يا أبو أرانيا إن فود وقول الله مسيح كره وقد نقل عن سلامة ابن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه وابن عمر مسح اليافوخ أما وابن عمر مسح اليافوخ لبدا صحابه sheegay in laga soo naqlay in madaxa barkii ay masaxeen saaso kala Musa al-Ash'ari laakiin Musa al-Ash'ari sanadkiisu muu ansixin laakiin Abdullah ibn Umar iyo Salama ibn Laqwa uu ka ansaxay madaxa barkii inay masaxeen cid saxaabada kamidoo markaa diiday oo tiri madaxa barkii laguma kaaftoomi karo dhamaantii illa masaxa ayaa waajibana kulli maynan arag wal ilmu inda Allah باب هل يصن مل السنية تكرار مسح الرأس أم لا وتلمان مدح مسحتان كيسو إنو يهي أركانتي ويسدا متكملة وحكى الله إنو تلمان السنه إنو يهي يسدا أولا ما يسكتراني إلا وضا مسح يدو فود لغا بلابي قدادك لغيري قدادك لغا سوحيلي وفود لكيري وحكى الله إنو تلمان qofku madaxa bar kamida haduu masaxo haba yaraadabe in waajibkii inta uu kaga dhacayo baabkan isagu wuxuu ku saabsan yahay xubnaha kala duwan oo ognaayo meedhistooda xubnaha la meedhiyo waa lagu celceliyaa oo saddex jeer hal mar baa ugu yar xubintii biyo ay wada gaadhaan saddex baana ugu badan oo in laga ziyaadiyaa ma banaana faman zaada ala hada وقد أساء وظلم وتعدى أبو النبي عليه الصلاة والسلام قف كصدح ككرديا وقف خلد سميي وحد قدب سميي والظلم كدعي ماذا هذا وحبنا كلام لم يديهايو مسيحيتان كي صلابا ما لقى دقي كرا أما صدح وما لقى عرسين كرا يسمرون با إساق الله مصحيا باب كلمة سلاسة كسابسي عن أبي حبة قال وحري رأيت وحن أركع علي رضي الله عنه وتوضأ ويسيستي فغسل ميري كفيه لبدي سعكر ميري حتى أنقاهما إلا أنديفي ثم دبتنا مضمض والغلقدي ثلاثا صدح شير واستنشقا واستندار صدي ثلاثا صدح شير وغسل واميري وجهيسي ثلاثا صدح شير وذراعيه بو ميري لبدي سيقع مودنا ثلاثا صدح شير
ومسح ومسحي برأسي مدحيسين مرة هل مرة ثم غسل وامر قدميه لبدي السلقود إلى الكعبين مع الكعبين لبدا كرامون يسقوا الله ميري ثم قال وحول أحببت وعن تعالى أن أريكم إن إذن تسيو كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سيدو الدار قادن تلوه سيسنشري رواه الترمذي وصححه حديث كان هو حديث صحيح وي وحانوا الدليل يا حديث كان مدح هالمرون إلا مصحايو وحلم إذا حديث عبد الله بن زيد روايات كيسة متكمدة وحكوس عرورتين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة المرين النبي عليه الصلاة والسلام مدح مصحي أي الشيء حديث عثمان رضي الله عنه روايات كيسة قار كود أو صحيحين كان كتيرين وكوس عرورتين هالمرين ومصحي سير رواية الطبراني روايات كالصحيحين كتيرين بخاري مسلم أوليين ومطلق عن العدد مدحين ومسحين بيت المامين واحترار بيشيقين تكالي مسح الرأس ومبني على التخفيف وحبناه كلو دركتين لما يريو مدحين وحل لها الله مسحيتان كاسمر كافضين باكو جرتا وهذه لو الله قفكم مركزتو ويسيسن ايو مدحها ما يرو dhibaatiyo kadeed baa arinta noocaas ka soo gaari lahaa ay kuwa laga khafiifiyo masixitaan baa isaga lagu joojiyay hadii marka la yiraahdo saddex jeer baa la masaxayaa maydhistii bay iskaga dhawaanaysaa oo culayskii marka horeba loo diidayay adoonka ee daraadii masxiga loo sharciyeeyay ayaa meesha soo galaya وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى وحارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويسقى ويسيسريا فذكر وشجع الحديث كله دمانتي ثلاثا صدح جاري ومركع حبناها ما يريبوا التلمام ومسح براسه يقول مدحيس ومسحيه وذني لبدي سدقود مسحة واحدة هالمرأة أيو مسح رواه أحمد وأبو داود ولأبي داود وحا سقناده عن عثمان رضي الله عنه عثمان وكوري أنه توضأ إن ويسيست عثمان مثل ذلك سيدا سوكل أيو ويسيست يعني حبني صدح بو كدغ ومع مدح كجير لا سوو حديثك هو اختصاره حديثك waxa ku jirta مسح برأسه ثلاثا عثمان مدحيس صدح jeer buu masax ثم قال رأيت رسول الله فعل مثل هذا كدبنا وحلو وحنا رك الرسول كيلا يوسيدا سميه مدح صدح jeer masax marka xadiidka waxa daliishaday qolooyinka yiri madaxa saddex jeer waa la masixi karaa sida xubnaha kale saddex jeer loo meedhi karo xadiidkan isaga daciif oo sanadkiisa waxa ku jira Aamir ibn Shaqiq oo daciif ayaa sanadkiisa ku jira riwaayaadka saxiixa ah ee Uthman ka soo arooray weysadii nabiga kaleey salaatu wasalaam ku sifeeyayna kuba jirto inuu nabigu kaleey salaatu wasalaam saddex jeer masaxay madaxiisa waxa kale ay daliishadeen qolooyinka yiri saddex waa la masixi karaa Shaafiiciyada ayaaba kamid ah حديث عثمان روايات كيسة مطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ومسلم بدأ صحيح يسوي كوري النبي عليه الصلاة والسلام صدح جير بويسيست مركا واحد هذين ده حبنينا صدح جير لما يدي صدح بو ما يري ما دحين صدح بو مصحويا معنو بينه لكن توحى قيديه ومدح isaga ku gaabinaya hal mar in la masaxo riwaayadka ku cad nabiga kaleey salaatu salaam hal mar uu masaxay madax ee hatta Uthman radiyallahu anhu ka soo arooray marka sida saxdi waxa ay tahay madaxa hal mar ayuu baa la masaxaya oo lagu celcelin maayo masixitaankiisa baabun wuxuu baabiya an al-udhunayn illa bada dhagood min ar-raas madaxa ay kamid yihiin
وأنهما يمسحان هي إن لقوا مسح هي لبدا دقود بمائه بيه مسحتان كما حكاها ريئون وبمعنى بيع الصبح عن الله قاضحين قد سبق في ذلك أرنكا وحاكسه هرمري في بيان ذلك أرنكا عدينتي حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث كان باب كورة كتيرة أنه رأى رسول الله يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة ولابن ماجه وحوصنا هذا من غير وجه وأسانيد كوريي كالدوان عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يسوع كورين يقال وحد الأذنان اللي بدأ نقود من الرأس ماذا حايي كمديين الكباب كانوا حكوسها بسيء اللي بدأ نقود محبنا مدح بنام با سواء مدح قيب كمدؤون وهذا تاكد لنا يوحى كمدة هدي الإرادة ومدح بنايين waxay noqonaysaa in loo qaado biyo madaxa lagu masaxay kuwaan ahayn hadii madaxay kamid yihiin qoyaankii ka haray masixitaanka madaxa ayaa ku filaanaya marka baabku wuxuu ka hadlayaa labada mas'alo xadiiskan ibn Majah oranaya al-udhunani min ar-ra's xadiiskaas wuxuu leeyahay sanad badan buu leeyahay وحنا أسانيدي سصفي عنه جمعية دار قطن كتاب كيس السنة سأسوى كلا البيهقي رحمه الله تعالى كتاب كيس الخلافيات وكذلك الزيلعي كتاب كيس نصب الراية وهانوا تعقبوا حديث كان كهذا الكيس وكقد بتقوا كل رديي بيهقي ويسووا حديث كضعيفي والله أعلم أسانيدي سنة حديث هبا بدناته اسمه حوجينيسو oo shuduud baaba ku jira riwaayaadka ku cad marka labada dhagood inay madaxa kamid yihiin ولهذا ضعفه البيهقي شيخ الألباني رحمه الله تعالى لبا قول بكله الله أعلم لبدا كدنبي waxaana u muuqatay inuu dambeeyay qowlka tadciifka wuxuu tilmaamayaa saxiixada oo ku tilmaamaya inuu xadiidkan daciifiyay markuu arkay takhriijka uu ku sameeyay sheekh mashhuur xasan salmaan kitaabka al-khilaafiyat ee uu leeyahay al-bayhaqi sababta uu uga noqday madhabkii hore arrinka ku saabsan labada dhagood inay madaxa ka mid yihiin saxaabada qaarkood baa arrintaasi ay ka sugnaatay ibn Abbas iyo ibn Umar iyo way ka ansaxday bi asaaniid saxiix ay mawquufan calayhim arrinkaas waa hadalkooda ee nabiga calayhi salaatu wasalaam aanay ka warinahayn waxaana hadalladooda sheegay iyadoo asaaniideeda wadata al-bayhaqi kitaabkiisa al-khilaafiyat jalad al-kuwat saxa 351 culimada badankooduna waxa ay ku tageen labada dhagood inay madaxa ka mid yihiin sida al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sunantiisa uu ku sheegay waqti saxaabada laga soo bilaabo az-Zuhri isagu madhab hore inuu soo sheegay uu ku tagay oo inay wajigaba ka mid yihiin araan qaybtoodan soo jeeda wajiga in lala meedha ay waajib tahay ka hore uga hadalay darsigii shalay ku tilmaanay afciyadu iyagu waxay qabaan labada dhagood inay yihiin yaana xubna madax banaan mustaqilaan madaxaanay ka mid ahayn sida raajixina waa qowlka jumhuurtu ah labada dhagood inay ka mid yihiin madax وسا صحابته أي يرهدين وكذلك حديث معناه عمر خاتفور رسالة واتشرت حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أي كم إذا مركو ويسد النبي سفين يوحد ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أبو داود النسائي ووريه بإسناد الحسن وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي بحديث كويبي كلمتي نقول ماذا حأيو الراعي
حديث عبد الله بن عباس الترمذي وريه نص صعدان والله من أن النبي مسح رأسه وأذنيه ظاهره وباطنهما وإلا بدأ نقول إلا مسحه حكم كيد واضح علماء جمهور تأييري waxay ka mid yihiin madax waxaan ila masaxa waa sunne mar hadii madaxii barkii lagu kaaftoobi karo waa hadii madaxii meel kale ka mid ah la masaxay dhagaa in la masaxade sunne noqonaysa bal qaarkood arinta ijmaac bay ku sheegeen waxna waaba la isku waafaqsay dhagaa masixitaankoodu inuu sunne yahay saanawi rahimahullahu ta'ala majmuuca ku sheegay إسحاق بن راهويه با marka laga soo wariyay inuu yiri dhagaa in la masaxo waajib isagana wuxuu yiraahdaa al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa mahjuj bil ijma' qablahu ijma' horti dhacay ayaa xujo ku ah iyada aatharta hadith way culimada yiri madaxa ayay kamid yihiin qabana madaxa in la wada masaxo iyagu dhagaa masixitaankooda maxay ka yiraahdeen iyaga laftoodu waxay yiraahdeen waa sunne say imaam ahmed oo kale madaxa xaqiiqatan uga mid maahay tabacan bay uga mid yihiin waa raacsan yihiin marka masixitaankoodu marna waajib maaha sida saxdina waa sidaa labada dhagood in la masaxa waa sunna uun waajib maaha waxaa la isku waafaqsan iyadoo khilaaf aanu ku jirin anna masxahuma laa yujzu can masxi ar-ra's dulabada dhagoodun masaxo madaxa kale aanu masixin oo meel ka taaban masixitaanka dhaguhu ka gudi maayo masixitaankii madaxa ee la faray kaasi say khilaaf kuma jiro وعن الصنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إذا توضأ العبد أدونك مركو ويسيستو أدونك المؤمن ومؤمن كاها وفتمضمض ولغلغضه خرجت الخطايا دنبيدي با كبحايا من فيه أفكيس وذكر واشي قال حديث ودي حديثك حديث دير ويه وفضلك ويسيدا كصحابسا وحبين ولا أميربا دنبيدي وكوغالي إن بيها سوء كميري وكراعي أيو تلمام وإذا مسح برأسي مدحيسا مركو مسحو خرجت وابحيسا الخطايا الدنبيدي من رأسي مدحيسا كبحيسا حتى تخرج إلا يكبح من أذنيه لبديس لقود رواه مالك والنسائي وابن ماجه حديث كان أصلها فضل ويسد أيو كورمي وأنها من مكفرات الذنوب رماد الدنبيدي لقود عفين كمتاي أساعة الشيخ وعد وحود للشريعة labada dhagood madaxa inay kamid yihiin xadiidkuna taa waa ku cad yahay madaxii markuu masaxo dambigii madaxa uu ku galay baa baxaya oo ilaa dhagaha uu ka baxo marka taa macnaheedu muxuu noqonayaa an al-udhunayni min ar-ra's labada dhagood waxay kamid yihiin madaxa ayay kamid yihiin baabu mashi dhaahir al-udhunayni labada dhagood dushooda masixitaanka la masxuu baab yahay oo baatinihima gudahooda رقابك نوح كسب سنة دقاء قاب كيلو مسحاي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ومسحي برأسه مدحي سو مسحي وأذنيه لبيس دقود نوا مسح ظاهرهما أبو مسحي دشودة وباطنهما يجوده الضلال كعه رواه الترمذي وصححه وللنسائي مسح ومسحي برأسه مدحي وأذنيه لبيس دقود باطنهما أيو مسحي gudahooda oo bil musabbihatayni labada farood ee musabbihada la yiraahdo murdisada weey ayuu gudaha ku masxo gudaha u galiyay wadaahirihima abu masxay labada dhagood dushooda bi ibhaamay labadiisa sulbu ku masxay xadiidkan waa xadiid saxiix weey waxaanu xadiidkan tilmaamayaa labada dhagood masixitaankoodu inuu sunno yahay oo sunnayaasha weysada uu kamid yahay waa tilmaamay qaabkii loo masaxay buu tilmaamaya oo qaabka loo masaxay wuxuu noqonayaa in gudahana la masaxo daloolkana la masaxo dushana la masaxo gudaha marka lagu masaxo farta musabbihada la yiraahdo dushana ibhaamka ama suulka in lagu masaxo laakiin sidaas aan ahayn hadduu u masaxo lafteeda waa ka gudaysaa سورة ابن المنذر رحمه الله تعالى عبدو فرنحاده كمسح حديث قارو ضعيف وهو كسار ارتباه اما فريالده هدو كمسح هو كقديس ومقصودك هو مسحك وانه مسح كل عام يشاء
لكن السنة وموافقة النبي عليه الصلاة والسلام السنة وإن النبي عليه الصلاة والسلام لوافقه فرطة وكم الصحيح لقوم الصحة سيدا أوم الصحيين الله مصح باب مسح الصدغين لبدا دفور مسحيتان كودو بابيه وأنه من الرأس يعني مدح كمد يهين والصدغ وإيشا يدكتها هلكا ودحيسا إيشا يدكتها هلكا ودحيسا متى ما كويا لانا مع عدانا نغطي marka wuxuu tilmaamaya in la masaxayo oo ay madaxa kamid yihiin عن الربيع بنت معوذ قالت وحيت رأيت وحنرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ ويسيستو فمسح برأس مدحيس مسحي ومسح مسحي ما أقبل منه مدحيس انت سو جيده وما أدبر انت سي جيده وصدغيه مسحي لبدا دفور وأذنيه لبديس دغودنا مسحي مرة واحدة هالمرة رواه أبو داود والترمذي وقال وحيد هذين حديث حسن مركا حديث كاني وحديث ضعيف وانا حديث كربيع بنت معوذة محمد بن عبد الله بن عقيل وكتشري سنة كيسي هوري نوصو مريوي مسألة مركا كتشرتها هذا أبا بيستيو halka u dhaxaysa isha iyo dhagtu madaxay kamid tahay mise wajiga waa maxal khilaaf culimadu waxay u badeen in madaxa kamid tahay wala masaxaya uun culimada qaar waxay yiraahdeen wajiga ayay kamid tahay way tahsul bihima almuwajah waxa ku xaasisha muwajaha ku xaasisho qofku dadkii waa ku waajaha waa ku qaabila باب مسح العنق قورت مسحيتان كذب وبابيه أنا هل يشرع أم لا قورت الله مسحه ميال الشرعية مثل ما شرعيين عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدي أنه رأى وحارك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه مسحي رأسه مدحيس حتى بلغ إلا أقاري القذال إلا أقاري القذال أول القفا أنا قدات كبيلة وقيس إلا وقاري إيه وما يليه إيه أنت قدات ككحكتا ومن مقدم العنق غيبته وحويا قورت غيبته ظهراء رواه أحمد مركا حديث كانوا حديث ضعيف وي والليث كان يقول شيء يا ليث بن سعد ما هو ليث بن أبي السليم وضعيفة ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثه سنددوا دبقدي جيري حديث مرسل أنا ورفعين جيري الثقات دنا وحان حديث كودي كم يدهين بكورين جيري ولهذا أي مدوى ضعيفين إلا الإمام النووي رحمه الله تعالى ويري اتفق العلماء على ضعفه علماء وحي يسكوا فقين ضعيف لميس وكان ابن عيينة ينكر حديثه هذا سفيان بن عيينة حديث كيسا هو ينكر جيري وديد جيري حديث جيري ما هو بقول جيري وهي مصرف وأبيه أهينا أحمد هذا مصرف وطلحاء به طلحاء وكورين أيو ليث يسوون مصرف كورين عن أبيه مصرف نوى مجهول وي لبضع إلا بحديث كوالي أوجينا ولا اسكو خلافي أوجي ميوها صحابي مسموهين ومحل خلاف المهم حديث كان ضعيف حديث كان يقول أنا ما حديث يبدأ باكوسو أرورين قارت الله مسحه ومسح الرأس أمان من الغل حديث كاس يا كمذا الإمام النووي هذا هو موضوع حديث كاس مسح الرأس أمان من الغل هذا حديث الموضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا لم يصح عن النبي فيه شيء وإحنا بيكسبنا هذا وتلمام أيام قارت الله مسحه ما ترتوي وأنا سيدا أقول حديث أما هو موضوع أما هو ضعيف جدا حديث كسر ورتي قارت إلا مسح ولهذا الإمام النووي رحمه الله تعالى وحول هذا هو بدعه وليس هو بسنة بل بدعة بول هذا سنة ما هو بدعة قارت إلا مسح
شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة وحكى الله مجلد كوبي لباطن هذا مجموع الفتاوى الحين بقولية تضبية لباطن هذا لو قبل أبو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء نبي عليه الصلاة والسلام كما ينصحين وكما يسقنان إنه قارت مصحي ويسد الدحديد حديث الصحيح صفدي ويسد النبي عليه الصلاة والسلام تلمامتينا أرنك نوع عاسي كما تشيرو كما حسنا المهم قارت إن لما الصحاء كمد ما ويسد نبي عليه الصلاة والسلام كما يسقنان وأرنك موصمين حديث كسو أرورتين دمان تدوى حديث ضعيف باب جواز المسح مسحيتان كي بناندي سو بابيه على العمامة عمامة دوشي هذا مسحوه عن عمرو بن أمية الضمري قال وحلي رأيت وحن أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسح مسحيه على عمامة سدوشي هذا مسحيه وخفيه لبدي سخف رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وعن بلال قال وحلي مسح ومسحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين لوضع خفبو مسحية والخمار والعمامة الخمار كعمامة دالوغتشي رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده يمسحوا مسح على الخفين لوضع خف والخمار والعمامة عمامة وعن المغيرة بن الشعبة قال وحده توضأ وويسيست رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح ومسح على الخفين لوضع خفبو مسحي dushooda iyo wal cimaamada dusheeda ayuu masaxay marka khimaarka lagu xusay xadiisan waxa looga jeedaa cimaamada oo khimaar waxa la yiraahdaa kullu ma satara shay'an fa huwa khimaaruhu wax kasta oo shay qariyo oo astura shayga khimaar buu u yahay marka cimaamadu tukhamiru ras ay tughatihi madaxa ay qarinaysaa madaxa lagu duubo marka mar hadii madaxa ay qarinayso de magaca khimaar waa qaadan kartaa marka nabigu kaleey salaatu wasalaam ila masar dumar ma xiran jirine khimaarka halkan waxa looga jeedaa al-imaama ayaa looga jeedaa sida xadiis qaarna ku cad xadiisan waxa loo daliishaday ala mashruuciyati al-masx ala al-imaamah imaamada dusheeda in la masaxaa inay tahay mid la jideeyay oo masixitaankii madaxa qofka kaga filan iyadoo madaxa wax kamidaba la masixin cimaamada qura in la masixo xadiidan daahirkeeduna saas ayuu tilmaamaya culimadu waxay u badan yihiin annahu la yakfi al-masx ala al-imama ma lam yumsah shay'un min ar-ra's cimaamada qura in la masaxay inaan qofka ku filayn haddaanu madaxa wax kamida aanu la masixin ومحي سيدا ويراهدين waxay soo yiraahdeen waxay ilaahay wuxuu ina amray in madaxa masaxno wamsahu bi ru'usikum hadii imaamadu dusha aad ka masaxdo de madaxii ilaahay uu ku diray uu ku masax maad masaxin bayraah waya xadiidan tilmaamaysa nabigu kaleey salaatu salaam inuu imaamada masaxayna xadiidan waxa fasiraya bay yiraahdeen xadiidka mughira إنه صلى الله عليه النبي توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين ومعنوه معها عمامة قلوا مسحي معها معناه حديثا معناه يدوى محي ومضح إن كمدوا مسحي انتي كلانا عمامة أيضوش كمسحي ساسيكو أولي ريكو فسرين حديثا لكن سيدة الصحة وحي تهاي cimaamada oo qura in la masaxo ayaa banaan madaxa wax kamida iyadoo la raacin tan yiraahdeen ilaa wixii la amray madaxa inaynu masaxno wamsaxu bi ru'usikum taa jawaabteedu waxay tahay in la yiraahdo الراس halkan waxa looga jeedaa xaqiiqatuhu iyo wama xaala duunahu madaxa halkan waxa looga jeedaa madaxa laftiisa iyo wixii madaxa ka sokeeya waxaana taa u daliila hadii qofku uu timaleeyay ma waxa la oranayo markaad weysaysanayso timaad iska xir si madaxii masixitaanku u gaadho
ولا اسكوا فقسية دو تماد دوشو ذا مصحو بيبيان مدح لفتيسي أما تشركيسي أنا قارده إن أنت سكوا في لمتها مركا عمامة دون التماع صنبا لمتها تكالي الشيء يسمى باسم ما جاوره وحلقة عربية لغو يقانا شيء إن لغو مقعابو مقع شيء أي شاركيهين مركا تمية تصالحان مقعي مدح أيال السيم هذا مدحي أي شاريين يسنويين وكذلك عمامة دينا مدحا مقعي سيقادان استمرك مدحا مركا كحران تهي وامسحوا برؤوسكم تاوي سوق جلس تنا هذا الحديث هو حلوقة جدا marka madaxa qayb la masaxo inta kale ciwada la dul mariyo waxa hada taawiil baxiid kaswa taawiil aad u fogo xadiidan daahirkeeda khilaafsan marka sida saxdi waxa ay tahay imaamada oo qura waa la masixi karaa madaxa qayb kamid inta la masaxaa inta kale ciwada lagu dhameystiri karaa sida xadiidka muqiira soo socda ku xusan madaxa oo aan imaamadi saareen waa la masixi karaa saddexda qaabo waa banaayiin وانا سيدة ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب كذا زاد المعاد وقتل معه وصدح ذو النبي عليه الصلاة والسلام إني كسبنا هذا وعن سلمان أنه رأى وحارك رجلا قد أحدث ويسد شبي وهو يريد السقوط دوني أن كاسا يخلع عينه بحي خفيه سؤال لقاه وما يرى لبدا خفين اسكسارو دوني فأمر وحو أمر سلمان أن يمسح عينه مسح على خفيه لبدا خف حبا يسكب بحينه توشهم كمسح ركود وعلى عمامتي سنين دوشة كما صحابه أمر وقال وحري رأيت وحان أركي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يمسح مسحيا على خفيه لبدي سخف يو على خماره على عمامة الدوشة مركا حديث كاسوا حديث ضعيف وأبو الشريح بسنة كيسة كتيرة ومجهولة كذلك أبو مسلم ويسقى لفتي سنة مجهولة الحديث كسوا ضعيف لكن معناها حديث كلات الإمام السائل لما صحيح عمامة يخفين كايوم بكلام بديه وعن ثوبان قال وحد رأيت وحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ويسيستي ومسح مسحي على الخفين لبدا خفي والخمار عمامة رواهما أحمد لبدا حديثه وربا إمام أحمد أيوري وعن ثوبان قال وحر ثوبان بعث وادر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عيدا كوبان أيودري فأصابهم البرد قبوا كدعي أي كذا دبعتكم نقطين ميران لقوه فلما قدموا مركي ويمادين على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه النبي وحي وقعودين ما أصاب موحي كدعي من البرد قبوة أمر موحي أمر أن يمسحوا إليه مسحان مركي ساسي دعضوه على العصائب إني مسحان عمامضها إني مسحان إيا والتساخين إيا الخفاف إيا خفافك إني مسحان رواه أحمد وأبو داود سياد قبل قبل بعدان لقطة خفك كتشي رو ندوشة كما صح مضحنا عمامضه وندوشة كما صح العصائب والعمائم وعمامضه والتساخين والخفاف وخففك حديث كان علماء قاركود وحي كعليين سيدة إمام أحمد وكلا إن راشد ابن سعد ثوبان عنه كم قلوحبا إمام أحمد يا أبو حاتم يا سيدايري لكن سيدة الصحد وحي أن راشدا سمع من ثوبان راشد ثوبان وحوا كم غلي وقد أثبت السماع من ثوبان البخاري في تاريخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب كيس التاريخ وحقصه جاي ثوبان إن راشد وثوبان كمقلي مرجع التاريخ هلا جانا ده سفي عم بيسوسو جارين وسماعه منه ممكن سورة الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه حديث كمقلي ومد سورة تودا مد مستحيلة معها وحي مؤلفكم قال ابن الرسلان ويقال وحي أصل ذلك تساخين تفسر يا هاي تساخين تأسل كيلو وكل ما يسخن به القدم وحكس تقولك تلقود دكسيو واسمحوا نقول كرا كبور أبو نقول كرا خف بو نقول كرا مريا لقود دوبي بو نقول كرا ومن خفأ وجورب شربادي ونحوهما ولا واحد الله من لفظها مفرد نما الله يسكن لفظيهين
وقيل وحل واحد والتسخان والتسخين مفرد ويلا هذا مفرد كده والتسخان والتسخين بالي هكذا في كتب اللغة والغريب كتب اللغة يو إريادة مركا معناه دو أدقي فسرت ساس أياكو قرآن المهم سيدا والشاقيبة سيدا صحدا والعصايب إلا كل ما يعصب على الرأس وحك استوى مدح القدوبة أما مقع عمامة الله هذا أما وحك الله التساخين إن ليراد وحك استوى لقت القدوكسية أما كبورة عن نقضة أما الشربات عن نقضة أما خف عن نقضة أما مريا القدوة عن نقضة انت ولا مسيحي كران دمركم مسيحي كران خمار كودا أما مسر كودا ومسيحي كران علماء بدن كود way diidaan oo waxa xadiis waxay ku soo aroortay cimaamada lafteedii baa diideen oo ay leeyeen haddaan madaxa qayb kamid ah la masixin cimaamadu xataa ninkii kuma filla saynu sheegnay masar dumarna maxaad u malayn sida saxdiisa waxa ay tahay iyadoo xadiidkan Thawbaan aynu daliishanayno isla markaa dumarka masarkooda aynu uga qiyaas qaadanayno cimaamada waa la masixi karaa dumarku waa masixi karaan masarka dushiisa way masixi karaan كاران markay ku adkaatay inay baneeyaan sida inay meel suuqadii ay joogto gabadhiyo meel qarsoon ay ku weysaysato aanay haysan ama furfuritaankii de masarkii waxaas uu ku adkaado wallahu a'lam wa ahkam billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira